ازيكم يا اصدقائي، وقبل اي شيء بشكركم جدا على 2000 مشترك، وبعتذر برضو على عدم التزامي بجدول تنزيل الفيديوهات الاسبوعي. وللاسف انا كنت بتاخر في تنزيل الفيديوهات الفتره اللي فاتت بسبب اسباب نفسيه، بسبب الاوضاع المحيطه بينا. المهم، وانا بتفرج كده على مسلسل حاله خاصه، شفت كده المشهد ده واخدت بالي بعدها ان الحركه دي اتكررت كذا مره في المسلسل ده. وقلت اما اجي كده احكي لكم مشهد زي ده اتعمل ازاي، وامتى نستخدم الطريقه دي ان احنا نعمل بيها مشاهدنا في الفيديوهات او الفيلم بتاعنا. وفي البدايه كده الحركه دي اسمها دولي زوم، واحنا بنقرر نعملها عشان نوصل احساس الممثل للمشاهد اكتر وندخله جوه الحاله بتاعه المشهد. وعشان نعمل الدولي زوم بنعملها في العادي في مرحله التصوير، وده عن طريق اننا بنقرر في الاول في المشهد ده هنستخدم الدولي ان ولا الدولي اوت، وده بيكون على حسب الحاله اللي احنا عاوزين نوصلها من المشهد. ولو هنعمل حركه الدولي، احنا في البدايه بنحط الكاميرا على حاجه ثابته زي السلايدر او الكاميرا دولي او حتى الجامبل، وده في الاول عشان نضمن عدم الاهتزاز في تصوير المشهد، وبرضه نضمن عدم تغيير البوزيشن بتاع الكاركتر على الجريد بتاعنا في التصوير. ولو احنا هنصور دولي ان مثلا، يعني هنبتدي تصوير من زاويه واسعه، يعني هنقف بالكاميرا بعيد عن الكاركتر بتاعنا. طبعا هنكون بنصور بعدسه زوم مش عدسه برايم، وهنظبط الزوم بتاع العدسه على اضيق زاويه تصوير، ونبتدي نتحرك ناحيه العنصر بتاعنا واحنا بنعمل زوم اوت، بحيث ان احنا في اخر المشهد نبقى قريبين من العنصر بس احنا بنصور بعدسه واسعه. وفي حاله ان احنا عايزين نصور المشهد دولي اوت، احنا هنعمل عكس اللي احنا عملناه في الدولي ان بالظبط. وفي طريقه تانية ان احنا نعمل حركه الدولي بس في مرحله المونتاج، ودي بصراحه طريقه انا ما بحبذهاش قوي، وده لان النتيجه بتطلع مش احترافيه قوي للاسف. وفي الحاله دي احنا بنبقى مصورين فيديو عادي جدا واحنا بنقرب من العنصر فعليا او بنبعد، وبناخد الفيديو بتاعنا نحطه على برنامج المونتاج، وبنظبط على اضيق زاويه تصوير عندنا اول فريم زي اخر فريم في المشهد بتاعنا، وده عن طريق الكي فريمز. وبس كده. واخيرا بشكركم على 2000 مشترك مره تانية، وعقبال المليون مشترك باذن الله. فما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب عشان ما يفوتكوش اي جديد، ولو احتجتوا اي حاجه اطلبوها مني في الكومنتات، وان شاء الله نعمل فيديوهات عنها الفتره الجايه. وحاجه كمان ما تنسوش اخواتنا في فلسطين، وندعي لهم دايما كده ربنا ينصرهم باذن الله. واخر حاجه، بمناسبه الجو الساقع اللي احنا فيه عندنا دلوقتي، وان في تلج بينزل في اغلب المناطق عندنا في مصر، لو عندكم اي لبس مش محتاجينه او صغير عليكم اتبرعوا بيه في الجو ده للي يستحقه عشان يلحق يتدفى. وبرده لو في اي بواقي قماش متقطع او حتى كراتين، نبتدي ننزلهم الشارع عندنا ونحطهم للحيوانات والقطط عشان تبتدي تتدفى في الجو ده. وبس كده، نتقابل في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.